ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بجد وحشتوني بجد من الفيديو المره اللي فاتت. بجد بجد بتوحشوني جدا. وميرسي اللي دخلت مشتركه جديده. بجد برحب بيكي للقناه وبجد فرحتيني. باشتراكك الجديد واللايك بتاعك والكومنت بتاعك الحلو بجد فرحتيني. وميرسي ليكي بجد ان انت اتفرجت على الفيديو، يعني بجد بشكرك جدا وبشكر كل الناس برضو اللي دخلت التانية. وبجد بحبكم جدا بجد. انا بحس، يعني انا بحس ان انتوا اخواتي، يعني مش ناس كده وخلاص. لا بجد انتوا عارفين لما بنزل الحاجات دي بحس ان انتوا بتشاركوني في حياتي، اللي هي العملية اللي هي في البيت يعني. وطبعا مش اي حد طبعا بيشوفها غير بقى ايه، زي الناس المهمة طبعا. يعني الحاجات ديت لازم تكون الناس المهمة طبعا، لازم هم اللي بيشوفوا الحاجات ديت. بس وبجد انا يعني انا بفرح ان انتوا بتشاركوني في حياتي عموما. وبجد بفرح بيكم جدا اللي انتوا بتكتبوا لي اي كومنت. بجد بتفرحني، واذا كان اي حد بيخش يدي بجد بيفرحني. وبجد ميرسي ليكم بجد. بس النهارده بقى يوم روتين بقى في المطبخ بقى. ويعني عايزه اقول لكم اليوم كان متعب جدا. حتى انتوا المطبخ شايفين المطبخ يقلب يعدل. يعني صراحة المطبخ لما بيقلب يعدل بيكون بتبقى الدنيا هلكة جامد. وتبقى الدنيا، يعني عايزة اقول لكم الواحد بيكون ايه، تحسي ان هو بيقضي اليوم كله في المطبخ. انت لو ما حطيتش ايدك فيه اول باول بجد هتحسي ان انت يومك كله في المطبخ. بس يعني هنا كانت المواعين كلها طالعة صراحة يعني. يعني الناس كلها هنا البيت كله طلع المواعين. محدش يا جماعة يتريق عن المواعين. المواعين بتاعت مامتي مش بتاعتي. ماشي. بس وعايزه اقول لكم هنا بقى، يعني هنا ظبطت وخلصت الدنيا بقى. انا كان نفسي اعمل لكم يوم كده فلوج كده، اعمل لكم اللي هو يعني يوم روتين في الشقه كله. بس انا مش عارفه اجيبها ازاي من كتر ما هي. آم، ساعات اختي بتبقى قاعده في الاوضه دي، ساعات اخويا بيكون قاعد في الاوضه دي، ساعات مامتي بتبقى قاعده في الاوضه دي. تحسي اللي هو ايه، مش هعرف اجيبها لكم. بس انا بحاول ان انا اعملها لكم يعني، بس انا بحاول ان انا اظبطها يعني. وكل واحد طبعا ليه ميعاد، يعني ده وراه شغل الساعة كذا، دي وراها دراسة الساعة كذا، او ده وراها ودي وراها شغل الساعة كذا. تحسي ان الدنيا متكركبة، بس مش مهم. بس انا هظبطها لكم وهعملها لكم كده. طبعا انتوا عارفين بيوت العيلة، طبعا احنا يعتبر بيت عيلة يعتبر. بس هنا بقى خلصت بقى شوية المواعين دولت بجد كانوا مهلكين جدا. بس قولوا لي بقى عملتوا ايه، وايه اخباركم واخبار دنيتكم واخبار يعني دنيتكم عاملة ايه، واخبار الاسعار عاملة ايه. بس هنا بقى انا خلصت بقى شويه المواعين دولت، مصدقت صراحه خلصتهم وظبطتهم يعني، بس المواعين كانت كتيره. بس وحبيت بقى افرجكم بقى ايام بعد العيد بتبقى عامله ازاي. الدنيا بتبقى ملهكه جدا طبعا، عشان في ناس داخله طالعه مش زي العروسه والعريس، تبقى الدنيا خفيفه شويه. لا بيوت العيله تبقى عكس كده تماما. تبقى الدنيا بقى مكربي، يعني متكعبله متكعبله. ده جاي وده جاي، واختك دي جايه وبنتك دي جايه وبنتك دي جايه. بس وتبقى الدنيا بقى مكعبله بقى. يعني انا كنت حابه ان انا افرجكم بقى اللب والسودان، وكنت حابه اوريكم الحاجات دي، بس الصراحه ما صورتهاش بقى. بس هتتعوض ان شاء الله في الايام الجايه باذن ربنا. يعني من كتر الضغط اللي صراحه كان في البيت معرفتش اصور حاجه. بس وقلت بقى لازم بقى اعمل لكم بقى حاجات جديده بقى، ولازم اصورها لكم. انا هنا خلصت بقى وظبطت الدنيا، يعني الجنب التاني خلصته. قلت بقى هخش على الجنب دوت عشان خلاص بقى. بصوا هعمل لكم بقى كيكه بقى حلوه. يعني انا ما بعملهاش، بس هي جايه جاهزه. يعني انت يعتبر بتحطي المكونات على بعض وايه وبتطلع حلوه جدا. بس وهنا بقى ظبطت بقى الرخامه ديت ومسحتها، عشان ما بحبش صراحه يكون فيها تراب، ما بحبش الكعبله دي صراحه. هنا خلصت الرخامه هنا وظبطتها وحطيت المفرش دوت. ده مفرش خشب على فكره وحلو. بص بقى جبت 3 بيضات وجبت لبن. الطاسه ديت الكسرونه دي فيها لبن. بتاع كيكه دريم. لو حد يعرف كيكه دريم يا جماعه، كيكه دريم معروفه في السوق.
يعني فيها انواع كتير، فيها الاستفنجية، فيها البرونزي، في حاجات كتير زي ما بتحب. انا جبت هنا معلقة سمنة، انا حطيت معلقتين بس. وبعد كده اهي بصوا اوريكم كيك الدريم يا جماعه، اهي كيك الدريم. انا جبت هنا بيضه. انا بحب اعمل البيض الاول في طبق الاول، عشان لو في اي حاجه اتكسرت فيها من القشر البيض ولا اي حاجه بطلعها. بعد كده ايه، بحط بقى في الطاسه، او في لو حتى عملت بيض مع نفسي كده برضو في الطاسه، بحب برضو احطها الاول قبل ايه ما قبل ما احطها، عشان ما فيش اي حاجه وحشه تنزل فيها وما تقرقش في السنه طبعا. بس وانا يا جماعه مش طباخه يعني، عايزه اقول لكم يعني، انا يعني طبعا على قد معرفتي في الاكل. بس هي كيكه دريم اهي، وثلاث بيضات، مكونات مكتوبه، حتى مكتوبه في ظهر الكرتونه. بس بجد حلوه جدا، طعمها حلو يعني. انت مش يعني انت لو هتروحي تجيبي كيكه بره برونزيه ب60 جنيه، طب ما انت تجيبي الكيكه دي ب40 جنيه في البيت ولا ب50 جنيه في البيت، وهتكفي كذا واحده، وهتاخدي واحدة وهتكفيكي، وهتستني الصبح تفطري بيها. انتي فاهماني؟ يعني مش حد، مش حاجة واحد، مش واحد بس. يعني يعني احنا كنا بينها بالليل، وقمت الصبح فطرت بيها انا وماما. يعني الدنيا كانت حلوة. إيه لا حلوة، وتحسي اللي هي كده مليانة وفيها خير وفيها بركة كده. فعلا على رأي الناس الكبيرة، الناس اللي ستات البيوت والناس الكبيرة بقى اللي فاهمة بقى، اللي بقى المتجوزين بقى لهم بقى 10 سنين، أكتر من 10 سنين، تقول لك هاتي حاجة في البيت واعمليها، تحسي فيها بركة فعلا زي ما هم بيقولوا، تحسي فيها بركة، فيها خير كده. هنا أنا زودت لبن، يعني هي 3 بيضات وسمنة ولبن. كل ما بتحتاج لبن تزود، كل ما بتحتاج لبن تزود، ما فيش لبن حط ميه. يعني ساعات ما بيكونش في لبن في البيت، لا احط ميه. طب هعمل ايه يعني؟ مش هضطر بقى صراحه هنزل لسه، صراحه بكسل انزل اجيب. طب ليه؟ هاجي اعملها تبقى حلوه برضه، مش تبقى وحشه، تبقى حلوه. بس وهنا بقى ظبطت وولعت الفرن بقى، حتى هنا تشوفوني هنا ولعت الفرن وحطيت هنا وظبطتها. بس وحتى عملت كده اهو لايك. بعد كده حطيت الغسيل بقى. انا بحب احط شويه اريال في الحله نفسهم قبل ما احط الغسيل، عشان خاطر يرغي اكتر، عشان الصابون اللي فوق ما بيرغيش قوي زي اللي تحت. دي معلومه يعني، انتوا لو حابين تاخدوها تاخدوها، مش حابين تاخدوا براحتكم. يعني ممكن عندكم الغساله بترغي من فوق، يعني بتحطوا شويه صابون من فوق بترغي، بس تحت لا بيرغي اكتر. انا هنا خلصت وظبطت الدنيا بقى. بص الدنيا منوره مش مصطلب ازاي، يعني الدنيا حلوه. بس هنا بقى خلصت على الاوضه بقى، دخلت بقى الاوضه بقى اللي انا كنت عاملاها امبارح معاكم بقى. الدنيا هنا متظبطه الحمد لله ونشكر ربنا يعني. الدنيا حلوه وتمام هنا، والدنيا هنا ايه، مفيش كعبله كتير. حتى انت هتبصوا في اخر الفيديو، لا مفيش كعبله كتير يعني. طبعا لما بتحطي ايدك في اول باول في الشقه صراحه بتحسي ان انت بترتاحي كده، مفيش كعبله، مفيش حاجه كده بايظه. هنا الغسيل طبعا اللي كان مغسول قبل كده، ده مش غسيل اللي انا حاطاه دلوقتي، ده الغسيل مغسول قبل كده. طبعا شيلته وظبطته. الملاية اللي انا كنت لسه فرشاه امبارح، طبعا لسه ما فرشاه امبارح، اكيد مش هشيلها تاني يوم اكيد يعني. بس وهنا ظبطت الدنيا. طبعا دي الحاجات بتاعتي بقى اللي على الكتب دي بتاعتي بقى، اللي هو الانجيل والاجبيه. ساعات يعني اقعد كده مع نفسي كده، استكن كده مع نفسي ويوصل لي كده مع نفسي، اخد ركني كده مع نفسي، كل واحد يصلي. بس وشلت الحاجه وظبطتها وحطيتها على المكتب. الدنيا يعني تبقى الدنيا كده تبقى حلوه مريحه كده قدامكم. بس كان بقول لكم باي باي، بصوا الدنيا متظبطه من امبارح. بس ولو اول مره تشوفيني، انا نيفين بعمل فيديوهات وروتينات، ولو بجد برحب بيكم اللي دخلت لي جديد او اللي دخلوا لي جديد، بجد برحب بيكم جدا، وميرسي ليكم ان انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات، بجد بحبكم جدا وشكرا ليكم. ادي الكيكه اللي انا عملتها، معاكم، بجد حلوه جدا، بجد بجد حلوه جدا. انا اكلت منها بالليل، والتاني يوم يعني لازم هفطر بيها الصبح، تاني يوم لازم افطر بيها الصبح.